الحالة التاسعة من الساكنين بجوار المقابر في شياخة البيرقدار. تسكن هذه الأسرة في شياخة البكركدار، وتتكون من الأسرة من الأب والأم وأربع أبناء وولدين وبنتين. رب الأسرة ويبلغ من العمر حوالي 57 عاما، وتزوج وهو في سن ال25، وجاء إلى القاهرة من بلدته أحد قرى محافظة الفيوم. قدم إلى القاهرة وهو في سن 17 عاما عند بقال في الجمالية قصبي بقال، وتعلم البقالة وأمور التسويق وكيفية تنظيمها للبيع. وبعد 8 سنوات استطاع أن يتزوج من قريبة له بالفيوم، وأحضر زوجته معا ليسكنا في حجرة في حي الجمالية. بعد ذلك تعرف على أحد التجار وأقنعه أن يفتح محل صغير يملكه هو، فقام ببيع فدان من أملاكه بالفيوم وهو يمتلك فدانين. استأجر محلا في شياخة البيرقدار وجهزه وأحضر بضاعته وبدأ يعمل كبقال. أما الزوجة فهي تبلغ من العمر حوالي 50 عاما، وهي من الفيوم من بلدة الزوج، وشاركت الزوج طريق كفاحه، وكانت تعمل معه في محل البقالة، وهي تستطيع القراءة والكتابة مثل زوجها. ولقد أنجبت ولدين وبنتين، الأول ويبلغ من العمر 24 عاما، وهو حاليا يعمل بقال مع والده، وقد فشل في التعليم فأخذه والده يعمل معه في المحل. أما الابنة الثانية خرجت من المدرسة الابتدائية، وهي تبلغ من العمر 22 عاما الآن، ولا تجد عمل إلى الآن، ولكنها تعمل في خياطة الأجولة الجوت الخيش، حيث يحضر لها التجار بعض الأجولة القديمة لإعادة حياكتها وتصليحها ليعاودوا بيعها مرة أخرى، وهذا العمل يدر عليها دخلا كبيرا جدا. وهي مخطوبة لأحد تجار الخيش، وهو الذي علمها هذا العمل، وأحضر لها مقص كبير وماكينة لخياطة أجولة الخيش. أما الابن الثالث وهو يبلغ من العمر 18 عاما، فقد فشل في التعليم فألحقه والده عند أحد الحلاقين بالحي، وتعلم مهنة الحلاقة، وحاليا يعمل بأحد المحلات بالمنطقة كعامل، ولكن بالإنتاج، وهو يتكسب من هذا العمل مبالغ كبيرة. أما الابنة الصغرى فهي تبلغ من العمر 16 عاما، وهي حاليا بالصف الأول الثانوي تجاري. والأسرة تسكن في شقة في الدور الأول عبارة عن حجرتين وصالة ومطبخ وتواليت، وهناك منور للمنزل داخل الشقة تستخدمه الأسرة كمخزن بقالة، والمنزل هذا به محل البقالة لرب الأسرة. كما أن بير السلم أمام الشقة تستخدمه الابنة في حياكة الخيش. ويوجد بالشقة بعد الأساس البسيط، ففي كل حجرة عدد 2 سرير ودولاب، وبالصالة يوجد طقم أسيوطي وثلاجة، والشقة بوجه عام على درجة معقولة من النظافة. كما يمتلك رب الأسرة دراجة تروسيكل لحمل البضاعة عليها. زار الباحث هذه الأسرة أكثر من 10 مرات، وكون الباحث علاقة مع هذه الأسرة تسمح بدراستها. تحدث مع الأسرة عن التساؤلات الخاصة بالقيم الدينية. تحدث رب الأسرة عن السكن في المقابر، وأنها أصبحت شائعة الآن، وأنه لا يجد غضاضة في ذلك، فإن الحاجة تدفع الناس إلى هذا السلوك، وأن هؤلاء الناس لا ينامون على المقبرة، وإنما ينامون في الحجرات الملحقة بالمدفن، وأن هذا ليس فيه أي انتهاك لحرمة الموتى. وأضافت ربة الأسرة أن السكن بالمقابر لابد من انتهاك حرمة المقبرة، فالأمر لا يخلو من استخدام فوق المقبرة لأي غرض ما، وأنها لا تتصور كيف يعيش هؤلاء الناس مجاورين للأموات، وأنها تخاف هذه السيرة. وتحدثت الابنة أن خطيبها عرض عليها أن تعمل في أحد أحواش المقابر بدلا من العمل في مدخل المنزل، وأنها رفضت، كما أن والدتها رفضت هذا الاقتراح. وأضاف الابن الحلاق أن سكان المقابر ناس طيبون، وأنه له زبائن من المقابر بتحرق عنده رغم أن المقابر بها حلاق، ولكن بعض الناس يقولون أنه قذر وتأتي للحلاقة عندي. كما أن بعض الزبائن قال لي أنه بطل يحلق عنده عشان في بعض الأحيان يأتي ميت للدفن، ويضطر إلى تأجيل الحلاقة بعد بدايتها فيها إلى أن يدفن الميت، وساعات يكمل الحلاقة في الشمس بعيدا عن الحوش المفتوح في هذا الصالون. وقد تأكد الباحث من وجود صالون حلاقة بالمقابر، وهو عبارة عن مدخل لمدفن. ثم أضاف أن هناك ميزة لهؤلاء السكان، وهو أنهم لا يدفعون إيجارات، فاليوم عشان تاخد محل صالون حلاقة ليس أقل من 10 بواكي، أي 10,000 جنيه. سألت عن سكان المقابر الذين يحضرون للحلاقة هل لاحظ أنهم يحضرون ليلا أم نهارا، فقال في الواقع أنهم دائما يحضرون قبل الساعة 10 صباحا أو بعد 5 مساء، كما أنهم لا يحضرون يوم الجمعة، وإنما دائما يحضرون وسط الأسبوع. أما الخميس والجمعة فلا يحضرن. ولا يوجد تحليل لهذه الظاهرة إلا أن الموت عادة تدفن في كشف 10 وكشف 13 عصرا، وهذه مواعيد مكاتب الصحة،
الصلاة، كما لا يدفن الموتى ليلا إلا الموتى الذين يحضرون من البلاد العربية والأجنبية ليلا، وهذا مخالف للقانون. وتكلم رب الأسرة أنه ذهب في أحد المرات لدفن ميت وهو الخضري الذي أمامه، وصعبت عليه نفسه أنها سوف تدس في هذه الحفرة وتغطى بالتراب، وطول هذا اليوم ظل مزاجه متعكر. وأضاف أنه عندما يشاهد جنازة يفتكر هذا المنظر ويزعل، وساعات يتنرفز على الزبون اللي أمامه، ولكنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأضافت الزوجة أنها عندما ترى جنازة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنها لم ترى الميت يدفن، وإنما شاهدت والدتها وهي تغسل وتلبس الكفن ولقد وضعت يدها في حرير. أما الأولاد فلن يشاهدوا موتى تدفن، وإنما يشاهدون جنازات. والابن الحلاق دائما يحب أن يحمل الميت ويمشي به خطوات حتى يأخذ ثواب، لأن العمل ده له حسنة. كذلك فهو دائما يصلي على الأموات. وأضاف رب الأسرة أنه أيضا يحب الصلاة على الأموات لأن هذا ثوابه كبير. ويلاحظ أن الأسرة أغلب أفرادها يؤدون الصلاة، وخاصة رب الأسرة وهو يكثر دائما من صلاة النوافل، وكذلك الابن الحلاق. أما الابن وربة الأسرة والابن الذي بالتعليم لم يلاحظ الباحث أنهم يؤدون الصلاة، والأسرة كلها تصوم شهر رمضان. أما الابن البقال فهو دائم الصلاة، كما أنه يصلي صلاة الاستخارة دائما، وذلك عندما يتكلم على شريكة حياته، وإلى الآن لم يصل إلى هذه الشركة ويأمل أن تكون لديها شقة، فهو يرفض أن يؤجر حوش قرافة للزواج فيه، لأن من رأيه أن هذا انتهاك لحرمة الأموات، كما أنه يخاف على نفسه وعلى زوجته من الأشقياء ومن المخلوقات الأخرى كالجن وخلافه. وبسؤال رب الأسرة عن وجود حياة في القبر فتكلم أنه لا يعلم والعلم عند الله. أما ربة الأسرة فقالت إن الميت بعد الدفن يقوم ويحاسب ثم ينام النوم الأبدية إلى يوم القيامة، يقوم ثاني. أما الابن الكبرى فقالت أنه لا يحاسب وإنما بيشوف الجنة والنار. ثم تكلم الابن الحلاق وقال أنه يرى موقعه من عمله، فإن كان عمله كويس نام مرتاح، وأن الحياة في القبر بالروح فقط وليس بالجسد. ثم تحدثت الابنة الكبرى وأنها رفضت اقتراح خطيبها في أن يؤجر حوش قرافة للعمل فيه، وذلك لعدم قلق الموتى، أن حوش القرافة غير مريح ليس به دورة مياه. وأضافت الأمة أن الحكومة عملت دورة مياه عامة خارج القرافة إيمانا منها بأن التبول والتبرز تنتهك حرمة الموتى. ففي هذه الأيام الناس عملت القرافة حي سكني عادي، يمارسون حياتهم عادي مع الأموات ولا يعلمون أن للموت حرمة ورهبة. ده الواحد لما بيروح يزور المقابر لازم أكون طاهرة ومتوضية ولابسة لبس مناسب. وأضاف رب الأسرة أن الناس هتعمل إيه وأن الضرورات تبيح المحظورات. ولقد انتهز الباحث فرصة وفاة أحد الجيران، وكان صديقا لرب الأسرة ورفيق كفاحه في الحياة، وكان في أغلب الأحيان يجلس معه على باب المحل، وهو كان رجل طيب وفاضل. ولاحظ الباحث تصرف الأسرة، فاستمرت ربة البيت والابنة الكبرى بالملابس السوداء لمدة 3 أيام، ولم يلاحظ الباحث طوال هذه المدة أن الراديو أو التلفزيون مفتوح. وكان الرجل يذيع القرآن من جهاز التسجيل بالمحل، واشترى مخصوص بعض شرائط القرآن، واستمر هذا الحال طوال أسبوع، كما قفل المحل لمدة يوم وهو يوم الوفاة. أما ربة الأسرة فكانت تزور المقبرة كل يوم خميس إلى يوم الأربعين، وكانت تحمل معها في بعض الخمسان بعض الرحمات كالشريك والفطير والفواكه. وبسؤالها عن زيارة القبور وما هو رأيها فأجابت أن زيارة القبور لا فائدة للميت وفائدة لي شخصيا، فإن الميت يستأنس بنا، أما أنا فأتعظ من أن آخرتنا التراب والدفن. وأضاف الابن الحلاق أن الميت لا يحس فكيف يستأنس بالناس. ثم تكلم رب الأسرة وقال إن ذهاب النساء إلى المقابر حرام، واللي بيحصل ده مش تمام. تذهب النساء والرجال إلى القبور ويجلسون ويأكلون ويشربون ويتبولون على الموتى، هذه عادات ليس موجودة في الدين، وأن الجيل الجديد الآن لا يهتم بزيارة القبور وسوف تندثر هذه العادة. كون الباحث علاقة تسمح بسؤال رب الأسرة عن العلاقة الجنسية يوم وفاة أحد الأقرباء أو الأصدقاء، فتطوع رب الأسرة بالإجابة وأن هذه العملية حدثت له عندما توفى صاحبه، وأنه حدث له اكتئاب وحزن منعه عن ممارسة الجنس لمدة 15 يوما. أما عن وفاة والدة زوجته فإنها حزنت عليها الزوجة لمدة 3 أسابيع، وكنت أراعي مشاعر الزوجة لا أطلب منها شيئا. ثم تحدث رب الأسرة عن التساؤلات الخاصة بانتشار الأمراض. الأب يعاني من حصوة بالكلى، وقد أجرى عملية منذ 7 سنوات لخروج الحصوة. أما هذه الأيام فبدأت الحصوة تعود مرة أخرى، ولقد استعمل الطب الشعبي لتفتيتها ولكن دون جدوى، فهو يشرب مياه كثيرة وعلى القصوص والشعير وهذه الأشياء تريحه، ولكن الأطباء قالوا لابد من العملية. وقد سمع أن بالمستشفى أحضروا وحدة لتفتيت الحصوة بأشعة الليزر، ولكن هو يخاف المستشفيات وإهمالها. ولقد نجا بأعجوبة من العملية الأولى حيث حدثت مشاكل لحجرة العمليات، ولكن الله سلم واستمر حوالي سنة يعاني من مضاعفات العملية.
ماديا، لذلك فهو يفكر في إجراء العملية في مستشفى خاص رغم تكاليفها الكثيرة. وتحدثت ربة الأسرة عن أنها مصابة بالروماتيزم المفصلي، وأن في هذه الأيام تعاني من صداع ودوخة، ودائما تتشاجر مع ابنتها عشان صوت ماكينة الخياطة يتعبها. والأم تتميز بالعصبية وهي سريعة الانفعال وشخصيتها من النوع الهستيري، وهي عندما تكون تعبانة تذهب لحضور حفل الزار لتتبخر، وخاصة في سيدي أبو السعود طبيب الأجراح، ولكن ابنتها تكون مشغولة بعملها ولا تفي بوعودها لاصطحابها يوم الثلاثاء، وهي لا تستطيع الذهاب وحدها عشان المواصلات. وتحدثت الابنة الكبرى أنه يوجد هنا في شياخة البلقدار قضية زار، ولكن لا ترغب في الذهاب إليها بحجة أن الدقة لا تعجبها. تأكد الباحث من وجود قضية زار بالمنطقة. أما الابنة الكبرى فهي تعاني من السمع الثقيل، ولقد حاولت الذهاب إلى المستشفى ولكن دون جدوى، وذهبت إلى طبيب كتب لها سماعة، ولكن السماعة ثمنها غالي وهي مكسوفة أن تضع السماعة على أذنها. وأضاف الابن الحلاق أنه يوجد سماعات لا تظهر ولكنها غالية جدا جدا. أما الابن البقال فهو يتمتع بصحة جيدة، كذلك الابن الحلاق، ولا يعانون من أمراض إلا الأمراض العادية كالإنفلونزا والزكام. أما الابنة الصغرى فهي ضعيفة البنية، تعاني من الأنيميا على حد قول أمها، وهي لا تأكل بحجة أنها تعمل رجيم، وهي عصبية مثل والدتها. المنزل الذي تسكن فيه الأسرة به مطبخ ودورة مياه على درجة معقولة من النظافة، ويوجد نملية وبوتاجاز بالمطبخ، كما يوجد ثلاجة لحفظ الطعام، ويوجد ديب فريزر لحفظ بعض البضائع المحل، كما يوجد بالمحل ثلاجة، كما أن المنزل به المياه الحكومية، ويبدو على الأسرة النظافة الشخصية. وهم يتشاجرون على دورة المياه عند الحموم لأنهم كثير الاستحمام، حيث لا يوجد حمام بالشقة ولكن تستخدم دورة المياه كحمام. ولقد تحدثت ربة الأسرة عن مرضها بالدوخة، وأنها سوف تذهب إلى طبيب خاص وتعمل شوية تحليلات لمعرفة سبب هذه الحالة. تحدث رب الأسرة عن التساؤلات الخاصة بالأمن، فقال إن المنطقة هنا منطقة بلدي، كلنا بنعرف بعض، والغريب بنعرفه على طول، وكل واحد هنا ليه إذا غلط تكلم الكبير بتاعه. فدائما النسوان هنا تتشاجر مع بعض على اشياء هايفه، واحده نفضت على اخرى الحصيره او الكريم، العيال ضربوا بعض عشان جمعيه، واول ما يحضر زوجها يشخط فيها او يضربها وينتهي الموضوع. اما اذا كانت خناقه رجالي فعاده يعاتبون بعض بحضور بعض اهل الخير وينتهي الموضوع، ولم يحدث اي جرائم بالمنطقه الا كل فتره كده تحدث حادث، وده عشان المنطقه اللي بجوارنا منطقه خطره شويه عشان المقابر وبتلم الاشقياء، ولا مره اتسرق المحل. وتحدث الابن البقال وقال أن المحل قد سرق قبل الفجر، حيث تم فتحه وأخذ بضاعة بحوالي 500 جنيه عبارة عن سجائر ومروحة ومعلبات، وبلغت البوليس لكن دون جدوى. واللي سرق المحل الأشقياء بتوع القرافة، لكن بعد أن كهربنا باب المحل حدث أن وجدنا أحد الأشقياء وقد صعقه التيار الكهربائي، ولكن الله سلم ونجا من الموت بأعجوبة. فنحن كنا مكهربين القفل في أعلى الباب، والكهرباء معمولة بطريقة فنية بحيث من يلمس القفل فقط هو الذي يتكهرب. وهذا حدث عندما لمس القفل وكان واقف على سلم خشب صغير، فنطقته الكهرباء فوقع على الارض، وكان معه 2 حملوه واخذوا يجروا، كان ممكن نمسكهم ولكن تركناهم حتى لا يعتدوا علينا مره اخرى. واضافت ربة الاسره لان ساعات بيسهر ويقفل الساعه 2 صباحا او الساعه 1 صباحا، لكن الحي هنا امان، لما بنسهر لا نخاف، فالحي طول الليل صاحي. واضاف الابن الحلاق انه ساعات يجلس مع اخوه بعد ان يقفل عشان الانضباط، وساعات يبقى جالس على القهوه اللي امام المحل. واضافت الاخت الكبرى أنها ساعات كثيرة تكون سهرانة للعمل في مدخل البيت بدون خوف، وقد حاولت والدتها أن تخيفها بأن هناك عفريت ينزل من فوق السطح، ولكن لم ترى شيء ولا يوجد أشياء كهذه. وأضافت الأم أنها لم ترى العفريت، ولكن الجيران اللي فوقنا شاهدوه وهو بيبذر بذور القمح على السلم. فتحدثت الابنة أنهم لم يجدوا هذه البذور صباحا، وأن هذا من خيالهم. ويلاحظ أن كل أفراد الأسرة يستنكر وجود العفاريت ولا يصدق هذه الروايات، إلا أن الأم من النوع الإيحائي تصدق كل شيء. أما الابنة الصغرى فتصدق هذه الروايات وتخاف من الظلام. تكلم رب الأسرة عن التساؤلات الخاصة بالمشاركة، فتحدث قائلا أنه عضو رابطة البقالين، كما أنه عضو مجلس إدارة في جمعية خيرية بالجمالية، وأن هذه الجمعية تزور المرضى وتقدم بعض المساعدات العينية البسيطة، وأنه مشترك في هذه الجمعية منذ أن كان يعمل بالجمالية. كما أضاف الابن البقال أن والده مشترك أيضا في التأمينات الاجتماعية له ولوالده. أما الابن فهو عضو في نادي البنهاوي. وأضاف
وأضاف الأخ الحلاق أنه عضو في رابطة الحلاقين، وأنه يشارك الحي في أي فلوس وأي مشكلة تحدث، فقد ساهم مع الحي في مقابلة السيد المحافظ لحل مشكلة المجاري التي كانت دائما تطفح وكانت تحتاج إلى جرار للنظافة كل 3 أشهر، ولقد استجاب السيد المحافظ إلى هذا الطلب. وتحدث رب الأسرة بأنه يشترك عادة في لجان الإغاثة عندما ينهار أحد المنازل، ويكون مسؤوليته التعرف على سكان هذا المنزل وإبلاغ اللجان الحكومية المسؤولة، وأن هذا العمل ساعات بيزعل منه بعض الناس اللي عايزين ياخدوا شقق من الحكومة، فالبعض ينتهز فرصة سقوط منزل ويدون اسمه في محضر البوليس ولجنة الإغاثة بالشؤون الاجتماعية، وعادة يعينون أحد الناس الطيبين من الحي للتعرف على السكان بالمنزل المنهار ليصرفوا لهم الإعانات. ثم تحدثت ربة الأسرة أنها دائما تحضر درس الدين للنساء في مسجد سيدي البيومي، وأن النساء في هذا المسجد كونوا جماعة الحي وحل المشاكل التي تقابل النساء، فمثلا مشكلة السطح وتربية الفراخ والمشاكل التي تحدث، ثم التوصل إلى حل لها، وهي من يرغب في بناء عشة فوق السطح لابد من وضع أرضية لها أسمنتية حتى لا تتسرب المياه إلى سقف الدور العلوي، كما لابد من إشراك السكان أصحاب العشش في تركيب باب شديد للسطح يمنع خروج الفراخ إلى السلالم، كذلك يمنع السرقة، كما لابد من دفع مبالغ إضافية للزبالة لحمل مخلفات العشش. وأضافت ربة الأسرة أنها تشارك النساء المنزل في نظافة السلالم والمناور. وأضافت الابنة إنهم نساء فاضيين عندهم وقت فراغ كتير مش عارفة بيجيبوه منين، ده أنا لا أستطيع قراءة الجرائد اليومية. فتحدث الأخ الحلاق أنه يحضر جميع جرائد الأخبار والأهرام والجمهورية وكذلك المجلات عشان الزبائن بتحب تقرأ، وكل المنزل بيحب يقرأ هذه الجرائد. أما أختي هذه فليس لديها وقت، دائما تعمل في الخيش بتاع جوزها عشان عايزين يتجوزوا بسرعة. ثم تحدثت الأخت الصغرى دائما تقرأ الجرائد اليومية لأنها مشتركة في جمعية الصحافة في المدرسة، وأن عليها كل يوم كتابة تعليق سياسي أو اجتماعي لإلقائه في إذاعة المدرسة بالفصحى. ولاحظ الباحث في أحد الأيام وهو جالس مع الابن الحلاق أن وفد سياحي دخل المحل ومعه امرأة أجنبية في حالة إغماء، وقد قام بإفاقتها بالكحول والنشادر والضغط على أعلى عينها. وكان هذا الوفد حضر لزيارة سور القاهرة بوابة أبو الفتوح، ويلاحظ أن المحل هو أقرب مكان لباب الفتوح. وبسؤاله كيف تعلم ذلك فقال لقد تعلم ذلك من معلمه الأسطى الذي علمه الحلاقة، كما أنه تعلم الطهارة ولكنه يمتنع الآن من طهارة البنات عشان القانون، ويطهر الآن في المنازل وليس في المحل مثل زمان عشان الدوشة والضرائب. تحدث بعد ذلك رب الأسرة عن التساؤلات الخاصة باكتساب أعمال غير منتجة. تكلم رب الأسرة عن طفولته وأنه كان يعمل مع والده فلاح في الأرض في الفيوم، ثم زعل مع والده ونزل إلى القاهرة مع أحد أصدقائه وسكن في حجرة في الجمالية وعمل عند أحد البقالين واستطاع أن يكسب عيشه. ثم تصالح مع والده وبعد وفاته باع فدان من أرضه وفتح محل بقالته في شياخة البيرقدار بعد أن أقنعه أحد التجار وساعده في الحصول على هذا المحل، كما ساعدته زوجته في العمل في المحل الجديد، كما أنه بعد حوالي 2 استطاع أن يؤجر الشقة التي هو فيها حاليا، وقد ساعده سكنه كثيرا في عمله لأنه استخدم جزء من الشقة كمخزن وآخر كسكن له هو وزوجته. أما الآن وبعد أن جاء الأولاد اختصر المخزن إلى المنور فقط، وهو حاليا يبحث عن مخزن قريب من المحل، وكانت زوجته تساعده في الوقوف في المحل للبيع. والابن الأكبر كان تلميذ واستمر في الأول الإعدادي 3 سنوات دون جدوى، وكان يساعد والده عشان يعشق هذه المهنة، وترك الدراسة وأخذ يعمل مع والده، ولقد شجعه والده وهو يعطي له حاليا 5 جنيهات يوميا، كما أنه أمن عليه في التأمينات الاجتماعية، وهو حاليا يحاول الزواج ولكنه يبحث عن شقة من شقق المحافظة، ولقد تقدم إلى مدينة 6 أكتوبر لفتح محل بقالة هناك وأخذ شقة شعبية، وإن شاء الله سوف يوفق. أما الابنة الثانية لم تجد أي عمل لأنه ليس لها واسطة على حد قولها، ولكن تم خطبتها لأحد تجار الخيش فعلمها صنعة تكسب منها كثير جدا، فهو معه صبيان يلموا أجولة الخيش الفارغة من المحلات ثم يقوم بإصلاحها وإعادة بيعها للشركات لتعبئتها مرة أخرى. ومن يقوم بإصلاح هذه الأجولة بنات منهم هذه الابنة التي علمها الصنعة، وهي تكسب يوميا حوالي 3 جنيهات وأكثر من ذلك إذا اجتهدت. وحاليا خطيبها يقوم بإعداد مصنع لنسج الأجولة الجديدة وهم سيتزوجون في ظرف 1 سنة. أما الابن الثالث فهو يعمل حلاق، ولكن تم خطبتها لأحد تجار الخيش فعلمها صنعة تكسب منها كثير جدا، فهو معه صبيان يلموا أجولة الخيش الفارغة من المحلات ثم يقوم بإصلاحها وإعادة بيعها للشركات لتعبئتها مرة أخرى. ومن يقوم بإصلاح هذه الأجولة بنات منهم هذه الابنة التي علمها الصنعة، وهي تكسب يوميا حوالي 3 جنيهات وأكثر من ذلك إذا اجتهدت. وحاليا خطيبها يقوم بإعداد مصنع لنسج الأجولة الجديدة وهم سيتزوجون في ظرف 1 سنة.
أما الابن الثالث فهو يعمل حلاق، والمحل بجوار محل والده، بعد أن فشل في التعليم من العام السادس الابتدائي، وألحقه والده بصالون الحلاقة عند أحد الحلاقين الطيبين الذي علمه الحلاقة والطهارة وبعض الإسعافات الأولية، كما أنه حاليا يطلق له المحل ليديره لأنه حاليا كبر في السن، وهو كل جمعة يحاسبه وهو يعتبر نفسه يعمل معه بالإنتاج، وهو يكتسب من هذا العمل حوالي 5 جنيهات يوميا بخلاف البقشيش، وهو حاليا يفكر في الزواج ولكن والده يعتبره صغير إلى الآن. وتكلم رب الأسرة أن لديه مشاكل في عمله، حيث أن رجال التموين والصحة العامة والضرائب والتأمينات وشرطة المرافق، كما أن عملية صرف المقررات من السلع المهمة كالصابون والأرز والسكر يجدها بصعوبة في صرفها، حيث تحمل عليها بضائع غير مطلوبة للسوق، وهذا يسبب خسائر دائمة والله المعوض. ولكن يحمد الله على مكسبه، فهو لا يحسب ما قيمة مكسبه، فهو يصرف بحرص بعض المصاريف والأجور والنور والمياه والضرائب والتأمينات وخلافه، وربنا موسعها والحمد لله. العيال بتكسب دلوقتي وهم بيساعدوا في البيت بعض الشيء رغم أنهم يرغبون في الزواج. وأضافت ربة الأسرة أنها تصرف في الشهر حوالي 300 جنيه. وتحدث الابن الحلاق أن هناك صعوبات من الضرائب ورجال الأمن، حيث دائما يدفع مخالفة 50 جنيه عشان 5 دقائق لم يغلق المحل في المواعيد المقررة. كذلك موضوع التأمينات وكل شوية استمارات وأوراق. لاحظ الباحث في أحد الأيام تم القبض عليه، وقد ساعده في الخروج من القسم لينام في منزله لعرضه على النيابة صباحا لفتح المحل 5 دقائق بعد الانضباط، وهو حاليا يحل مشاكل بالالتزام بالقانون، حيث يقول امشي عدل يختار عدوك فيه. ثم تحدث عن منافسته بين زملائه في الحي، وأنه يدخل هذه المنافسة بتطوير نفسه، حيث يجمع كل يوم سنين في رابطة الحلاقين ويعرف آخر تطورات المهنة، كما أنه أدخل بعض الماكينات الكهربائية التي تساعده في عمله، والرابطة تبيعها بالتقسيط، غير أنه يعرف الموضة وكيف يقوم بها، وهو يسمى في الحي بحلاق الشباب، وكل شباب الحي تأتي إليه للحلاقة عنده فهو يأخذهم على راحتهم. ثم تحدث رب الأسرة عن منافسته لزملائه البقالين في الحي، وإن علاقته طيبة بهم، وأنهم يتعاونون معا في تصريف البضائع الراكدة عندهم ليبيعها في مناطق أخرى للبقالين زملائهم، فكل حي له طريقته في الاستهلاك، وهناك بعض السلع تجد رواج في منطقة وأخرى لا تجد رواج، فعن طريق التعاون والتعارف التجار تحل هذه المشاكل. وهو دائما يقول لزملائه في الحي على التجار الذين يأخذون هذه البضاعة التي تكون مفروضة عليهم من التموين محملة على سلع أخرى، كذلك لما حد منهم تأخذ مباحث التموين بيروحوا يشهدوا في المحكمة. وحدث ذلك عندما تم تسعير الجبنة البيضاء وأخذوا أحد البقالين في المنطقة، فذهبنا 3 بقالين إلى المحكمة مع المحامي وشاهدنا أنني نشتري الجبنة البيضاء بالمياه بالتسعيرة ونبيعها بدون مياه، فكيف يتسنى لنا ذلك؟ وطلع براءة. ولقد عدلت وزارة التموين التسعيرة وأخذت في الاعتبار المواصفات للسلع عند الشراء بالجملة والبيع القطاعي. وأضاف الابن الأكبر أنه في الحقيقة كان التموين قاسي علينا قوي، ولكن بعد لما بيعرفوا أن التاجر سمعته كويسة وبيمشي بما يرضي الله ويراعي ربنا بتتحسن المعاملة، وحتى لو الواحد غلط بينبهوا عليه. وقد حدث عن حضر مفتش التموين ولاحظ عدم وضع ثمن السلع عليها، وإنما وجد واقع على الأرض فنبهني إلى ذلك ولم يكتب محضر، لأنه يعلم أن سمعتنا طيبة. البقال مشهور في المنطقة أن ميزانه حلال. تحدث رب الأسرة عن أهمية عمله وأنه يؤدي خدمة لأهل الحي، فالجمعيات والمؤسسات التي فتحتها الحكومة لا تغني عن بقال الحي، فهو يوفر بعض السلع البسيطة للناس وبسرعة، كما أن البقال خدمة سريعة لأهل الحي. والدليل على ذلك أنه حاليا البقال التمويني يصرف السلع التي تصرفها الجمعيات الاستهلاكية بعد فشلها في توزيعها، كما أن البقال يستطيع أن يجزئ السلعة إلى أقل الأجزاء، أما الجمعيات فتجبر الإنسان على شراء كميات كبيرة قد ترهق المواطن الساكن في هذه المنطقة. وأنه أحس بهذه الأهمية يوم الجمعة كان كل البقالين يغلقون، وكان أهل الحي يتعبون في شراء احتياجاتهم، فهو يفتح له بيوم الجمعة بعد الظهر، وقد فتح بعض البقالين مثله ومنهم من غطى الفترة الصباحية. وتحدث الابن الحلاق عن مهنته وأنه لا يمكن لأي إنسان أن يستغنى عن الحلاق حتى لو كان أصلع. وتحدث رب الأسرة عن تعليم أولاده وقال إنه كان يأمل أن يكمل أولاده التعليم في الجامعات، لكن كل إنسان يأخذ نصيبه، وأن التعليم سلاح في يد البنت، وأن أولاده فشلوا في التعليم. فأضافت ربة الأسرة أن التعليم غير مفيد هذه الأيام، فماذا يفعل التعليم؟ قالت الابنة الكبرى بنكسب ذهب أحسن من المتعلمين، ووافقتها الابنة على هذا الرأي. وتحدثت الأخت الصغيرة وأن التعليم يفيد الإنسان في حياته وليس في كسب عيشه، وقرأت الآية الكريمة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. ووافقها الابن البقال وقال إنه يؤمن أن يكمل
يكمل تعليمه، وكل سنة يقول سوف يبدأ ثم ينشغل. فتحدث الابن الحلاق معلقا: ابقى علم أولادك أهم منك. الخلاصة: من العرض السابق نستطيع استنتاج الآتي: أولا، القيم الدينية. الأسرة لديها من القيم الدينية الشيء الكثير، فيداوم أعضاؤها على الصلاة، ورب الأسرة يكثر من صلاة النوافل، كما أن جميع أفراد الأسرة يصومون رمضان. كذلك الأخ الأكبر يداوم على صلاة الاستخارة في كل اختيار له، وربة الأسرة تحضر الدروس الدينية بالجامع. الأسرة تحترم الموت وتخاف، ولديها معلومات عن حرمة الموتى. تستنكر الأسرة ظاهرة السكن بالمقابر لما فيها من انتهاك لحرمة الموتى. تقوم ربة الأسرة بزيارة المقابر في المواسم والأعياد. تحترم الأسرة أحزان الجيران إذا توفى منهم أحد، وترتدي الملابس السوداء، ولا تشاهد التلفزيون ولا تسمع المذياع. عند حدوث وفاة في الأسرة أقارب من الدرجة الأولى للزوج أو الزوجة، فإنهم لا يمارسون الجنس لمدة أسبوعين أو 3 احتراما للموت. يستنكر أغلب أعضاء الأسرة زيارة النساء للمقابر وما يحدث من أشياء تتنافى وتعاليم الإسلام. ثانيا، الصحة. هذه الأسرة تتمتع بمستوى صحي متوسط، فبعض أعضاء الأسرة مصابون بأمراض غير وبائية. فرب الأسرة يعاني من حسوة بالكلى، والأم تعاني من الروماتيزم، كما أنها تعاني من العصبية الزائدة في تصرفاتها. أما الابنة فتعاني من ضعف في السمع. كذلك الابنة الصغرى تعاني من الضعف العام. أما باقي أفراد الأسرة فيتمتعون بصحة جيدة. هذه الأسرة تهتم وتعتقد بالطب الشعبي. أما الطب العادي والأطباء والمستشفيات العامة فلقد فقدت الثقة فيهم نتيجة حادث في حجرة العمليات أثناء إجراء عملية لرب الأسرة، وتذهب ربة الأسرة إلى كليات الزهر لتتبخر بهدف الشفاء. منزل الأسرة على درجة معقولة من النظافة، ويوجد دورة مياه ومطبخ وحمام، والمياه الحكومية بالمنزل، والأسرة تكثر من الاستحمام، ويمتاز أعضاء الأسرة بالنظافة الشخصية، ولا يوجد حشرات منزلية بالمنزل. ثالثا، الأمن. لا يوجد مشكلة أمنية لهذه الأسرة، فرب الأسرة يطمئن على أولاده وزوجته. لا يوجد إلا المشاجرات العادية والسرقات الخفيفة بالحي، ولا يوجد جرائم تصل إلى الجنايات. تتعامل الأسرة مع البوليس إذا لزم الأمر ولا تخشى منه، وتحل هذه الأسرة مشاكلها الأمنية بالجهود الذاتية. فلقد اضطرت الأسرة إلى كهرباء باب محل البقالة حتى لا يستطيع اللصوص فتح المحل. تخاف ربة الأسرة من العفاريت. أما بقية أعضاء الأسرة فلا يعتقدون في وجود العفاريت. كذلك يدخل أعضاء الأسرة المسكن في أي وقت من النهار أو الليل دون خوف. رابعا، المشاركة التطوعية. هذه الأسرة لديها دوافع المشاركة التطوعية، فرب الأسرة عضو بارز في لجنة الإغاثة بالحي عند انهيار أي منزل بالمنطقة. أغلب أعضاء الأسرة مشتركون في الروابط والنقابات، فرب الأسرة عضو مجلس إدارة في جمعية خيرية، والابن البقال مشترك في رابطة البقالين. كذلك الابن الحلاق فهو عضو عامل في رابطة الحلاقين، كما أن ربة الأسرة مشتركة في نادي نسائي تابع لجمعية تنمية المجتمع. ولقد استطاعت المشاركة في حل مشكلة أسطح المنازل واستغلالها في تربية الدواجن. كما تشارك ربة الأسرة في نظافة السلالم المنزل مع السكان، وكذلك المناور. هذه الأسرة لديها إمكانية قراءة جميع الصحف والمجلات، لأن الابن الحلاق يحضر هذه الجرائد لتسلية الزبائن، ولا مانع عنده من أن جميع أفراد الأسرة قراءتها، ويمكن أن نقول أن درجة معلوماتها العامة كبيرة. الجدير بالذكر أن الابنة الصغرى مشتركة في جمعية الصحافة، وهي عضوة نشطة في هذه الجمعية. هذه الأسرة تشارك في الموضوعات التي تهم الأسرة وفي الموضوعات العامة. هذه الأسرة حركتها تتعدى المنطقة التي تسكن فيها، وهي حركة طبيعية عامة. خامسا، العمل. أغلب أعضاء الأسرة تعمل في حرف خدمية، وهي أعمال لا تدخل ضمن الأعمال الطفيلية التسولية. لم يتغير عمل أفراد الأسرة طوال فترة حياتهم. تتكسب هذه الأسرة من عملها حوالي 300 جنيه في الشهر، خلاف مكسب الأبناء. تهتم هذه الأسرة بتعليم الابنة الصغرى. أعمال هذه الأسرة ليست أعمال موسمية، وإنما أعمال دائمة. لا يوجد خطورة صحية ناتجة من عمل أعضاء الأسرة. تعيش هذه الأسرة وسط مجتمع محلي طبيعي بالقاهرة يعمل أفراده بأعمال متنوعة. تعمل هذه الأسرة أعمال توافق عليها الحكومة ومرخصة. تشترك هذه الأسرة في التأمينات الاجتماعية.